وقع لاعب من نادي الاتحاد السكندري اللي اجرى تبديلين مع بدايه الشوط باشتراك جده مكان حسين فهمي. في الدقيقه 20 فرج شلبي اللاعب العرضيه اللي قابلها براسيه امام حضراتكم بتتعاد على الشاشه محمود صبحي تقدم بيها نادي الاتحاد. اشترك فرج شلبي مكان حسام عبد المنعم في الدقيقه 20. نادي الليمبي اجرى تبديل واحد باشتراك اسامه عز الدين مكان محمود جاكسون. ويا محمود شاكر يقول نادي الاتحاد الكبير فرحان بالهدف. طبعا بقول لحضراتكم اللغه الرسميه لكره القدم هي الاهداف، هي المهارات واجمل المناظر اللي بينتظرها ومستني يشوفها كل مشاهد امام الشاشه. الكره تحت رجل الشباك، عرضيه اولمبويه بقبضه ايده لهاني سليمان تطلع خارج منطقه الجزاء. ياخد نادي الاتحاد ودي الهجمه المرتده السريعه. يقدر جده ينطلق، جده قريب منه ميدو فاتح البرجل سريع الخطى وادي جده في صفاره. شوفوا عاطي ايه، ادي طه بصري فريقه كان متعادل الان الراجل كسبان برضه الان. مهنه صعبه جدا التدريب انما دايما بيقول الغاوي يوقف متعب. وقع لهاني سليمان بيتألم لهاني سليمان. وقف حكم اللقاء عصام عبد الفتاح اللعب للاطمئنان على الحارس الهاني سليمان. موجود في البودلة سمير عاشور ويتبقى تبديل واحد لنادي الاتحاد السكندري بعد اشتراك كل من جد وفرج شلبي. دي اللعبه اللي طلع فيها الهاني. كابتن حسن شحاته مدير الفني لمنتخبنا الوطني تنضم لهاني سليمان قبل مباراه جيبوتي قبل مباراه الكونغو. حارس مميز بينتظره مستقبل طيب. ذكرنا حراس مرمى نادي الاتحاد السكندري المميزين حسن عرابي نجم السبعينيات اللي تصدر 5 ركلات جزاء ترجيحيه امام النادي الاسماعيلي في الدور قبل النهائي بطوله كاس مصر 73 اللي فاز بيها نادي الاتحاد السكندري بعد تغلبه على النادي الاهلي في المباراه النهائيه 2-1. هدف لشحته وهدف للجانب. كابتن محمود الخطيب كان هدف النادي الاهلي الوحيد. ذكرنا ايضا كابتن هاني سرور، ذكرنا ايضا كابتن العمراوي ومجموعه اخرى من حراس المرمى المميزين اللي شغلوا هذا المكان بجداره وحراسه مرمى وعرين مرمى نادي الاتحاد. كابتن محمد الحن مدرب الفريق، ايضا دكتور عمرو الاشلم طبيب الفريق، كابتن اسامه سلامه اخصائي التاهيل بيطمئنوا على الهاني سليمان وهيستأنف اللعب بعديها ان شاء الله بعد الاطمئنان عليه. حارس المرمى هو الوحيد قوانين واللوائح حط له ايقاف اللعب والاطمئنان عليه، يا اما يستكمل اللقاء يا اما يستبدل. بعكس اللاعبين لابد من خروجه خارج المستطيل الاخضر ويستأنف حكم اللعب ويتم علاجه خارج الخطوط. بعدها يكون الحل سواء بالاشتراك او الخروج. لسه الهاني سليمان ابتدي بقى الجوانت كده والقفاز. كابتن عماد المندوب ده حراس المرمى نزل الملعب يطمئن على حارسه وحوار ونقاش بين احمد زغلول وميدو وفرج شلبي. نتيجه 1 للاتحاد لا شيء النادي الاولمبي. عرضيه من ركنيه لعبها فرج شلبي قابلها باتقان ودقه محمود صبحي سكنت شباك سيزر تقدم نادي الاتحاد. ادي بكري ادي صبحي وركله الحره الاولمبي اتلعبت. يطلع يمسك الهاني سليمان. ما شاء الله يا هاني. ادي الهاني يبدا هجمته عن طريق مين؟ حط على الارض. وادي كورته توصل نص الملعب في السكه ياخد جده. وجه القدم الخارجي بشياكه حلوه في اتجاه فرج شلبي. ادي فرج يقطع عطيه البلقاسي. 2 صغار السن حيويه ونشاط ما شاء الله. ادي عطيه يسلم في نص الملعب. فايته من صبحي فايته توصل عند احمد عادل يمرر اماميه. رضا متولي كده على العرضيه ارضيه يطلع احمد جمعه ترجع مره ثانيه لشاكر يسلم. مصطفى مشير لايمن شعبان يحاور. مصطفى مشير طويله. هاني رجب ما ياخدش. هاني توصل لليبرو احمد زغلول. وادي مصطفى رقم 10 بيستعد للاشتراك في صفوف النادي الاولمبي. شهرته مصطفى ايبع. فرج شلبي داخل منطقه الجزاء عاليه يقطع ايمن شعبان ويسلم لكرم ابو طالب. اماميه كره كرم ما تقفش على قدم حسن محمد. رضا متولي يخلصها ويسلم لزغلول. الضغط من حسن محمد يسلم زغلول
لمحمود شاكر، ما يلحقش انما ياخد نادي الاولمبي التماس. هيخرج هاني رجب ويلعب مكانه